السلام عليكم وليدات وبنيات الحال، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، أحوالكم طيبة. وهذا الفيديو إن شاء الله يلقاكم بصحة جيدة. مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في قناة بنات الشرفة، قناة الاستفادة، قناة النصائح، قناة اللي كتعرفكم على الملوك والملكات وكتعرفكم على العالم الروحاني بطبيعة الحال. اليوم جيت نهضر على واحد الملكة اللي عندها كرسيها، عندها مكانتها، داخله مع بنات عتاب، اللي هي لاله رقيه زينة السميه. لاله رقيه يا لاله رقيه اللي لا بدا منها في المجمع. كاين اللي كتكون عنده غلابه، كاين اللي كتكون عندها كرسيها مع الملوك، يعني ملي كتبغي تعطي شي خدمه او شي طابع او شي قبول او شي حاجه كتطلع في البنت او في السيد او في السيده. يعني وليدات وبنيات الحال كاملين اللي عندهم هاد الملكه هذه كانت غلابه، راها كتباشروا معاها بزاف. كانت هي منها من البنات ديال المجمع او العيالات ديال المجمع، راه كتكون حاضره ولكن ما كتواصلوش مع هذاك التواصل اللي كتكونوا باغيين تشوفوها فيه. يعني قليل فين كتجي. راه ديما تنقولها على حسب الملكه اللي غلابه هي اللي كتبان بزاف. راسك تقدر تكون عندكم لاله رقيه غلابه، لاله ميره غلابه، على حسب كل واحد وشكون اللي غلاب فيه. هذا مكان نعرفكم عليها، زيارتها فين كتكون، حسابها كيفاش كاين، عند من كتكون، الناس اللي كتكون معاهم والبنات اللي كتكون معاهم كيفاش دايرين. يعني في هذا الفيديو غتعرفوا على لاله رقيه. اول حاجه هي جامعه ما بين الشرفه ديال الحمر والشرفه ديال الميرات، يعني الشريفيات، ميرات كاملين. فاش كتكون الطاقه الحمراء مقاده والطاقه الصفراء مقاده، راه اوتوماتيكمون لاله رقيه مفعله ومقاده. يعني توبها نقي، لونها نقي وصافي، والطابع ديالها والكرسي ديالها راه كاين، حتى الحضور ديالها كاين. يعني نقاد الحمر ديالي نصفيهم من العوارض، نقاد محله ديال الميرات، يعني بعوارضها بعوارضاتها بشيطاناتها اللي داخلين ديال الريح الصفراء، اوتوماتيكمون غتفعل معايا لاله رقيه. لاله رقيه لا بد من حضورها في المجمع او في الحال. يعني ضروري تكون عند البنات وعند الولاد، حتى هي تبارك الله عندها مكانتها وعندها الحكمه ديالها، عندها السر ديالها في الحال وفي المجمع، كتعطي القبول، عندها كتابه روحانيه ديالها اللي كتخدم بها، كتحيد التوكال، ان عندها الميزه هذه وعندها هاد الخدمه. وكاينه حتى الميمه لاله رقيه اللي كتلبس الابيض وكتجي واشمه، كتكون دايره واحد الحايك، كتكون لابسه الابيض وكتجي واشمه في الدقن ديالها وبين الحجبان ديالها. هذيك راه المهمه لاله رقيه. علاش قلت لكم؟ راه سبحان الله، راه باش تميزوا ما بين ملكه وملكه صعيب. خصكم تكونوا كتعرفوا تفسروا وتعرفوا كيفاش تواصلوا مع ملوككم، باش تعرفوهم كيفاش دايرين. تقدر تجيك بسميطه رقيه، تقدر تجيك مدخله لورانج حيت لونها هو البرتقالي اللي تيكون غامق بحال اللون ديال الشمع اللي شفتو. هذاك هو اللون المعروف ديال لاله رقيه. يعني كتجي اما بداك الشال، اما بقفطان مجرجر، اما باللباس ابيض، وكتكون دايره عليها شي حاجه او دايره اللبان فداك اللون. راه كتكون لابسه حتى اللبان فداك اللون، ماشي في الصفر اللي كدير لاله ميره الشلحه، لا، كتكون لابساه في هذا اللون. هذا راه كاين، الا جيتو تلاحظوا راه كيتباع وكاين، كتجي دايراه في العنق ديالها. هذيك المهمه لاله رقيه الكبيره ديال الرقيات. راكم عارفين كل محله او كل ملوك وملكات راه عندهم الحاكم فيهم وعندهم الكبير فيهم. ضروري ملي كيكونوا مقادين الحمر مع ميرات، اكيد مقاده معنا لاله رقيه. مولات الذكر، تسبيح، زيارتها في سيدي علي بوصرغين حداه، كاين المقام ديالها تما. على حسب البنات اللي كيسولونا على الزياره، تما مقامها. شوفي انت اختي شنو طالبه منك، شنو باغا منك. تقدري تكون باغاك تمشي تصدقي غير اللي قسم الله وتمشي برجليك، تقدر تكون طالبه شي حاجه انت موعده بها، داكشي كيبقى ديالكم. مهم ها زيارتها فين. ملكه ربانيه، عزيز على الذكر، الصلاه، العباده،
وكتخدم الخدمه ديال الفقهاء، يعني كتكتب بالحبر الروحاني. راه هنا فين خصكم تميزوا، حيت كاينه الميمه ميره حتى هي كتكتب الكتابه الروحانيه وكتقيد توكال، وراه حتى لاله رقيه عندها هاد الحكمه، حتى هي كتكتب وكتعطي الكتابه ديالها، كيشربها المصاب كيجيب الله التيسير على يديها، يعني كتخدم في ابطالات الاسحار المشروبه بزاف. عندها حكمه زوينه، ملكه زوينه، ملكه ما عندهاش مع الصهير والصوابات والجلسات ولا اللومالي، ملكه ربانيه متقيه الله. الوصول ليها والطريق للوصول ليها هي طريق الله سبحانه وتعالى، حيت اللي ما وصلتها طريق الله راه ما توصل لها الطريق. كتكون طريق من غير طريق الله غير طريق وهميه، غتجي واحد المده ديالها وغتسالي، غتجي واحد المده الصلاحيه وغتسالي. اذا هنا شنو كيدوم؟ وجه الله. تقديت مع مولايا الملوك والملكات كلهم معايا، حيت كيفاش هما معاك وانت ما مقاداش مع الله؟ يقول لك انت تقاديتي حتى مع اللي خلقك، بقى غير تقادي معنا حنا، خليتي اللي خلقك وجيتي عندنا حنا، اذا انت ما فيكش خير حتى مع اللي خلقك. فهمتوني شنو قصدت لكم وشنو بغيت نوصل لكم؟ ديما طريق ديال التواصل مع الملوك، تصفيه من العوارض، تصفيه من الشوائب، وكنتواصلوا مع ملوكنا، والصلاه والعباده والذكر فقط. واللي عندها المحله وبنت الشرفه او ولد الشرفه وعنده المحله كيكون المجمع كامل. هو صعيب باش تواصلوا مع كل شيء حقا، وصعيب باش يتقاد لكم كل شيء في نفس الوقت، يعني كتكون معاناة، طيحوا وتنوضوا وطيحوا وتنوضوا وطيحوا وتنوضوا ويلا يلا، لأن صعيب الحال والحمل كبير، الحمل كتير، الحمل ما كيجيش ويتقاد غير بالزربه غير هكاك، راه غملك. انا دابا راه ما كنهضرش هنا على العوارض، فهموا هاد النقطه هذه وسطروا عليها، خليو العوارض على جنب، كنهضروش عليهم دابا. شتي غا ملك يشيبك باش يتقاد، هذا راه ملك، راه ما داخل بسحر، غيأدبك غيربيك، يأدبك ماشي يعذبك. داك التأديب تيكون بحال شكل العذاب، حنا كنقولوا عذب ولكن راه هو كيأدب، يعني يربيك، ها اللي يصلح وها اللي ما يصلحش. يضربك المره الاولى وتعاودي الغلط ويعاود يضربك وتعاود حتى كتقادي معاه، هذا ملك، هذا غا واحد. فما بالكم عندنا محله كبيره، عندنا ملوك وملكات وكبار تبارك الله في العمر، يعني واصلين، ماشي دوك الصغار البراهيش اللي طالعين دابا وتهضر لي على لاله رقيه وتهضر لي على الحمدوشيه وتهضر لي على الحاجه ملكه لا، انا ما كنهضرش على هذا النوع هذا من الناس، كنهضر على الناس اللي جرات وجارات في الحال وكلات الشوك في الحال وتحفات وتعرات. فهمتوني؟ يعني اللي مطبوعين هما اللي غيفهموا كلامي. يعني غا ملك كيودبك، ملكه تودبك، حيت كلشي كيكون فيه ديك الخفه ديال الصغر، خفه انا خصني ندير، خصني نفعل، خصني نزور هنا، خصني نمشي هنا، خصني. ملي كتبقاو تجمعوا عليكم هذا راه بلا سحر، يا منكم الجواد، الله يتيأدبوكم، يوريوكم النجوم في الظهر تتعرفوا بحق داك الملك وتمشيو معاه في طريقه، عاد يرخف عليكم اجي ليا الملك اخر عاوتاني او ملكه اخرى وانتم غاديين حتى كتوصلوا لواحد العمر اللي كتسلم لكم الخبيزه ديالكم وتعرفوا لها بطبيعه الحال، حتى لا ما عرفتوش ليها تحيد، تخدموها بالصفا وبالنيه. علاش يقول لك خدم بالنيه ولا سير في حالك؟ هاد الحال كيبغي النيه، كيبغي الصفا، كيبغي الزاويه مصفيه، اللي يدخل عندك مصفي، اللي كيتعامل معك مصفي، اللي جاي عندك معروض لصداقتك مصفي. ترى كتكون شياطين دايرين بيك تحصن وتتبع طريق الله، والشيطان ديما كيبغي منين يدخلك ويخسر لك هذاك المجمع ديالك. اذا هنا خص الذكاء، تبعدوا على البشر قد ما قديتوا، اكثريه البشر اللي كيكون فيه الاذى. مهم هاد الملكه هادي نرجعوا ليها، راه ملكه زوينه، ملكه ربانيه، ملكه كتعطي القبول، السر ديالها في الكتابه الروحانيه وكتحيد التكال.
البنات والولاد، ولا عرفتوا ان لاله رقيه تبارك الله، نعطيكم واحد النقطه مهمه على هاد الملكه. بعض المرات اعزكم الله راه كتقياو التوكل بوحدكم، راه هي كتقيكم في المنام، يا تحلموا بها كتقيكم، يا كتنوضي الصباح خاطرك مروع كتشربي داك الماء كتمشي تلوحي داكشي اللي في كرشك، ماشي ماكله او يعني التوكال، توكال الجن توكال الانس. راه هنا باش تعرفوا لاله رقيه معكم، ركزوا على هاد النقطه اللي كتصبح الصباح كترد ترجع حاشاكم، تعرف راه لاله رقيه راه خدمات في الخفا وخوات لها داكشي اللي في كرشها، سواء حلمتوا بها كديرها حتى لما حلمتوش بها غير صبحتوا هكاك، عرفوها راه هي عندها هاد الحكمه هادي، كتخدم مع بناتها في العلاج وفي الدواء. ايوا ملكه تبارك الله اللي كداوي وتحيد، غنوض انا نتميع او نكون شاده شي طريق ماشي هي ديك ونهضر عليها وهي معاوناني، راه ما يمكنش. يعني هنا نقدرها ونحترمها ونعطيها حقها. ملكه راه عزيز عليها الصلاه والعباده، خليوني من الشطيح والرديح والتزنديق، ما كنهضرش على داكشي، حيت الملوك اللي تيكونوا معانا والشرفه والربانيين راه عكس داكشي اللي كتشوفوا، كيعاونونا في العلاج، كيعاونونا في الدواء، كيبغيونا نصدقوا ونديروا الصدقات. راه كتكون لاله رقيه حتى في الرقيه، حتى هي كترقي، كتكون عندها صوره معينه كتخدمها. انا ما غنعطيش الاسرار اللي كيجيب الله فيها التيسير، تقراها علمه تعطيك تشربي، تقراها عليك بالمباشر وتصرعي، يعني عندها هاد الحكمه، راها معالجه. خليوني من الزواق ومن درت لها جلسه ودرت لها عشيه، غلط. هادوك اللي كيديروا ليهم ربما هي باغا داكشي، حتى لاله رقيه راه فيها درجات، فيها الصغيره والكبيره والمهمه على حسب اختي رقيه اللي عندك. فهموني شنو بغيت نوصل لكم، على حسب لاله رقيه اللي عندك والدرجه اللي فيها هي، يعني صغيره كبيره متوسطه، عندها اللي حاكم عليها عندها اللي كبر منها. انا كنهضر على الشريفيات، مالين الدواء مالين العلاج الربانيات. هذا لا يعني ان الصغار خايبين، لا، غير هما تيكونوا راك عارفين باقين صغار، يعني مازال عزيز عليهم مثلا يمشيو هنا يشعلوا الشماع يزوروا يعطيو هاد الصواب. من هادوك ما كنهضرش عليهم، الله يعاونهم. انا كنعرفكم هنا على الملكه، علاجها شنو كتعطي، زيارتها وشنو كتبغي فقط. وهي راه كتكون ملي كيتقادوا الحمر وكتقاد المحله دميرات، حتى هي كيكون الطابع ديالها، لانها مزيج ما بين الاحمر والاصفر، كيعطينا البرتقالي اللي هي لاله رقيه. اذا هاد الملكه هذه تبارك الله ما نستهنوش بها، ما نستهنوش بالقدرات ديالها، نحترموها، نعطيوها حسابها كيف ما كنقولوا، نعطيوها حقها في المجمع. وهذا ما كان يعني سهله. هاد الحال كيبغي الصبر، كيبغي التأني، ما كيبغيش الزربه، كيبغي نعرف فين نحط رجلي، ومع من نتشاور، ومع من نتواصل، ونشوف الناس اللي غنتواصل معاهم كيفاش دايرين، كيفاش حالهم، واش داكشي اللي غيفكوه ليا واش كينطبق عليهم، واش فيهم، واش مقاد عندهم باش غيقادوه ليا انا. فهمتوني؟ هذا مكان، يعني نتمنى تكونوا استفدتوا وعرفتوا هاد الملكه هذه، وان شاء الله احنا غاديين كل مره فيديو، كل مره نهضروا في موضوع. وهذا مكان، وكيف ما كنقول ديما اللي عنده شي حاجه بغاني نهضر عليها، شي سؤال يخليه ليا في كومونتير، الا كنت قادره نجاوب راه غنجاوب، ما كنتش يدخل الخاص ويسولني عادي، حتى اللي ما كنجاوبهمش، يعني راه غير كنكونوا مع الشغالات والاعمال. وهذا ما كان، يعني راه ملي كيطيح في يدينا شي ميساج راه كنجاوبوا عليه. هذا ما كان اولاد وبنات الحال، الله يسهل عليكم كاملين، الله يفتح لكم باب الخير، الله يسهل اموركم. السلام عليكم.